متخيل إن بعد غياب 30 سنة عن أخطر وأصعب السباقات تضطر إنك ترجع تاني علشان تساعد صاحبك المديون ب 360 مليون دولار؟ والزيادة على ده إن سنك كبير وإنت مصاب بإصابة خطيرة جدا في ظهرك، وده طبعا ما ينفعش في السباقات دي لأنها ليها متطلبات خاصة. خليك مركز معايا بقى، لأن الغلطة اللي جاية مش هتكون في السباق وهتكون في مصير إنسان، وده اللي بيحصل مع بطلنا سوني، وبنشوفه وهو صاحي من النوم وبيبقى بيحلم كابوس عن حادثة في سباق، وساعتها بينادوا عليه وبيقولوا له إن جه دورك في السباق وهيبقى كمان 5 دقايق. الكابوس ده مش مجرد حلم، ده تحذير، وبيبدأ يجهز ويحط كارت كوتشينة في جيبه زي كل مرة، والسباق بيبقى 24 ساعة كاملة، والمفروض إنه يكمل السواقة مكان سواق تاني 24 ساعة، وأي ثانية فيهم ممكن تكون الأخيرة بالنسبة له. وبتيجي بنته بتعرفه إن BMW عندها مشكلة في الفرامل، وسوني لما بيبص على النتيجة بيتضايق جدا لأنه بيلاقي الفريق بتاعه في المركز السابع، ومن هنا القرار الغلط ممكن يغير كل حاجة. وبياخد كرسي السواق وبعدها بيبدأ السباق، وأول ما بيمشي بالعربية الجمهور كله بيفضل ينادي باسمه، وبيبقى واضح إنه محترف جدا. وفي اللحظة دي بقى سوني مش بيرجع سباق، ده بيرجع التاريخ، وبيعدي سواقين واحد ورا التاني وبكل سهولة، وبيبقى الموضوع سهل بالنسبة له، وبيبقى واضح إنه محترف جدا لحد ما بيقدر يوصل لعربية BMW. المنافسة ما بينهم المرة دي على عكس العربيات التانية بتبقى شرسة، بس سوني بيبقى ذكي وبيستغل المشكلة بتاعتهم في الفرامل. المواجهة دي مش على مركز، دي بيبقى على مين هيستلم الأول. بيستمر يضغط على السواق علشان يفضل ماشي قصاده، وبيفضل يعمل كده كتير لدرجة إن السواق بيطلع بره الحلبة، وطبعا سوني بيقدر إن هو كده ياخد المركز الأول بكل جدارة، والسباق بيكمل لحد تاني يوم. وعلى طول بيشوف سواق BMW وهو جاي ناحيته وبيبقى عاوز يتخانق معاه، وفي الآخر الفريق بتاع سوني هو اللي بيكسب السباق، وطبعا الفضل كله بيرجع لسوني. ورغم إن كل ده بيحتفلوا بالفوز، سوني ما بيحتفلش معاهم وبيبدأ يجمع حاجاته، والغريب إنه بيرفض يحضر الاحتفال. ومش كده بس، ده ما بيرضاش يمسك الكاس حتى، وبياخد الفلوس اللي بتبقى قليلة جدا بالنسبة للي عمله، وبياخد بعضه وبيمشي. الفوز يا صديقي مش دايما معناه ان هو انتصار، وبنشوف سوني وهو قاعد في المغسلة بتاعة الهدوم وبيجي له صاحبه القديم روبن، وبنعرف ان روبن ده كان صاحب سوني، وكانوا الاتنين بيتسابقوا في فورمولا 1، وحاليا هو بيملك فريق فورمولا اسمه XGB، بس دلوقتي عليه 350 مليون دولار، وبقاله سنتين كاملين ما كسبش ولا سباق، وما دخلش التوب 10 حتى. ولو ما كسبش اي سباق من السباقات الجايه في الموسم ده، الاداره هتبيع الفريق بتاعه. ولو مش عارف يا صديقي ايه الفورمولا 1 ده، هشرح لك ببساطه علشان تكمل الفيلم معايا. سباقات الفورمولا 1 دي بتتكون من 10 فرق، وكل فريق بيبقى فيه 2 متسابقين، يعني كل سباق بيبقى فيه 20 متسابق بالظبط. وكل موسم بيبقى فيه 24 سباق في 21 دولة حوالين العالم، وبيبقى فيه جائزتين، جائزة للمتسابقين وجائزة للصانعين، لأن الفوز في السباق ما بيعتمدش على السواق بس، الفوز بيعتمد 50% على السواق و50% على تصميم العربية. وعلشان كده أي غلطة صغيرة بتنتهي بخسارة الفريق. وبنرجع تاني لروبن وسوني. روبن بيستمر يقنع سوني كتير جدا إنه يوافق، وبيقول له إن السواق التاني اللي عنده في الفريق موهوب جدا بس محتاج شوية خبرة، وعاوزه يوافق علشان ينقذه من الديون. سوني بيبقى ماسك نفسه وماسك في رأيه وبيفضل رافض. روبن بيسيبه وبيسيب له تذاكر سفر درجة أولى لندن، وبيمشي على أمل إن هو يوافق. وبنروح لجوش سواق فريق روبن، بيجرب العربية بعد التعديلات الجديدة، وبيبقى سريع جدا بس مش بالسرعة المطلوبة. وبيتكلم مع كيت المديرة التنفيذية للتصميمات، وبيقول لها إن هو مش حاسس بالعربية كويس، وإن في حاجة غلط بس هو نفسه مش فاهم الغلط فين. مدير الفريق والتيم كله بيتجمع، وبعدها على طول بيلاقوا سوني داخل عليهم، ومحدش بيبقى عارف مين ده غير روبن اللي بيبقى فرحان جدا، وبيقدمه وبيقول لهم ان ده السواق الجديد. ولا واحد فيهم متخيل ان العجوز ده هو اللي هيقلب كيان الفريق كله، وطبعا كلهم بيبقوا مستغربين جدا، ومدير الفريق مش موافق. وسوني بيبص على العربية وبيطلب منهم الاعدادات، وبيتحداهم ان هو لو كان ابطأ منه بثانية واحدة هيمشي. وبيركب العربية وأعضاء الفريق بيتراهنوا عليه، وفي أول السباق بيغلط والعربية بتلف منه، بس بيرجع يعدل نفسه بسرعة وبيكمل. أول لفتين بيبقى أبطأ من جوش بكتير، ولكن في اللفة الأخيرة بيضغط جامد على العربية وبيفقد السيطرة، والعربية بتخبط في السور وبتتدمر. الفريق كله بيجري عليه، ولكنه بينزل بهدوء يشرح لكيت كل عيوب العربية. ورغم الحادثة بيكون سابق جوش بثانية واحدة، ولكن أحيانا لازم تخبط علشان تشوف الحقيقة.
الإعلام بيبدأ يتكلم عن رجوعه بعد 30 سنة وعن الحادثة القديمة وعن شغله كسواق تاكسي، وبيتم التريقة عليه. في مؤتمر صحفي جوش بيتريق عليه وصحفي بيهاجمه على حياته الشخصية، وسوني بيرد بكل هدوء. الرد الحقيقي دايما بيبقى على الحلبة. الليلة اللي قبل أول سباق سوني بيفضل يذاكر الحلبة كويس جدا وبيتمرن، والليلة دي النوم رفاهية، وبيروح لأول سباق جائزة بريطانيا الكبرى. سوني بيكون موجود بدري، وفي لفة التسخين سوني ما بيتحركش نهائي وبيدعي انه مش عارف يشغل العربية، وده مش غباء، ده ذكاء سابق زمنه. العربية بتبرد وهو بيستغل ده وبيعديهم، وبعد كده السباق بيسخن وجوش بيدخل الصيانة. غلطة بتأخره وبعدها بيتأخر سوني كمان، وجوش بيطلب من سوني يسيبه يعدي، ولكن بيرفض. المنافسة بتتحسم وبيتصدموا في الآخر وبيخرجوا الاتنين من السباق. جوش بيتخانق مع الفريق وسوني بيهدي الدنيا وبيقول له إن الغلطة كانت غلطته، وبعدها جوش بيجي يتخانق مع سوني قدام الكاميرا وبيقعد يضحك. ومن هنا السباق ما بقاش على الحلبة بس، بقى حساب مفتوح. واللي بيحصل ده كان مجرد بداية، لأن اللي جاي أخطر بكتير. بيقول له إنك أصلا مهزوم، واللي بتعمله الضحكة المصطنعة دي بتاعت أطفال، وبيقول له إن محدش هيحترمنا أبدا وإحنا محزومين. الكلام ده كان لازم يتقال حتى لو بيوجع. وطبعا الحاجات اللي سوني عملها في الأول وعصبيته على الفريق واضح إنه خبير فعلا، وإنه مش جاي يهزر، وإنه ناوي يكسب السباق فعلا، لأن السباقات بتبقى عبارة عن نقاط، وبيبقى لسه قدامهم أمل كبير. الأمل لسه موجود بس محتاج تمن. وبنشوف سوني بيعمل حمام تلج، وروبن بيجي يتكلم معاه وبيقول ان هو ندمان انه جاب له الفريق. سوني بيرد وبيقول له ان المشكله مش مشكلته، المشكله مشكله العربيه نفسها. العربيه بطيئه وانت جايب واحده ست هي اللي بتعمل عمليات على العربيه. الجمله دي كانت قاسيه بس حقيقيه، وبنعرف ان كيت هي اللي عملت العربيه وبتبقى اول مديره تقنيه في تاريخ الفورمولا. روبن بيطلب من سوني يبعد عن كيت، لكنه ما بيسمعش وبيمشي وبيتكلم معاها، وبيقول لها ان العربيه بطيئه جدا في الخطوط المستقيمه وبطيئه في القتالات وما بتعرفش تعدي ولازم تغيرات كتير جدا. ولكن سوني مش بينتقد، هو بيشخصها بس. كيت بترد ان التعديلات دي هتقلل من السلامه. سوني بيقول لها انا مش عاوز السلامه. الجمله دي بتلخص شخصيته كلها. كيت بتوافق بشرط ان هو يكمل الموسم، وبتفهمه ان السباقات دي تعاونيه مش فرديه. وبعدها بنشوف سوني وجوش بيتدربوا بقسوة للسباق الجاي. وبعد التدريب جوش بيشوف فيلم وثائقي عن سوني وبيعرف سبب نهاية مسيرته، والأول مرة جوش بيشوف كإنسان مش كمنافس. حادثة أسبانيا سنة 1993، وبنتأكد بعد كده الإصابة اللي في ظهره وهي دي اللي دمرت مستقبله. وبنروح لسباق المجر، وسوني بيعتمد يبوظ الكاوتشات الخلفية وبيطلب الكاوتشات اللينة رغم حرارة الجو. اللي بيعمله ده مش تهور، ده تخطيط، وبنفهم خطته. وبيخبط الجناح الأمامي، وبتدخل عربية الأمام ببطء للسباق، وبيساعد جوش وبيكرر الخدعة مرة تانية. سوني بيضغط على العربيات وبيزنق عليهم وبيخليهم أبطأ، وجوش بيوصل المركز العاشر، وده أول إنجاز حقيقي للفريق. الكل بيحتفل، ولكن سوني بيقول ده المركز العاشر، مفيش احتفال. وبعدها بيفضل يشتغل على المحاكاة، وكده بتبدأ التعديلات، وبنروح لسباق إيطاليا. وسوني بيقول لهم خطته هتكون متهورة جدا، وجوش هو اللي هيكسب. الهدف واضح والفوز واضح. السباق بيبدأ وسوني بيعطل المتسابقين وبيخلي جوش يوصل للرابع. المطر بينزل وسوني بيغامر ويخلي جوش على الكاوتشات الناعمة وبيوصل للتاني. مغامرة لو فشلت كانوا انتهوا. سوني بيعطل ريد بول وبيسيبه يعدي في التوقيت الصح، وجوش بيقرب من الفوز واحدة واحدة. سوني مسيطر على السباق من غير ما يكون في الصدارة. جوش بيتهور وبيعدي في ملف غلط وبيفقد السيطرة في العربية، والعربية بتنفجر. غلطة واحدة دفع تمنها نار. سوني بيسيب عربيته وبيدخل على طول وسط النار ينقذ جوش، وفي اللحظة دي السباق انتهى والإنسان بدأ. جوش حالته مستقرة وأمه بتلوم سوني. اللوم أسهل من الفهم. الإعلام بيهاجم سوني وبيرد ببرود. كيت بتكمل التعديلات والفريق بيرجع مراكز 5 و7 و9. التقدم البطيء لكنه حقيقي. الجمهور بيبدأ يحب سوني واحدة واحدة، ومن عدو الإعلام لبطل المدرجات الغيرة بتدخل قلب جوش، والنجاح دايما ليه ضريبة. وفي سباق بلجيكا جوش بيخبط سوني وبيخرجه وبيكمل لوحده. الخيانة دايما بتيجي من القريب. سوني بيواجهه وبيقول له مش هسمح لك تدمر روبن ولا الفريق، وده آخر إنذار. وفي الكازينو بيلعبوا لعبة بوكر. سوني بيسيبه يكسب علشان يثق فيه. سوني مش عايز يثبت حاجة، عايزه ينقذ الفريق. سوني بيقرب من كيت، وأحيانا أقصى الناس أكثرهم احتياج. وفي الآخر سوني بيصحى من النوم على كابوس الحادثة من جديد. الماضي لسه مخلص ولسه ليه حساب. وبعدها طلعوا في البلكونة، وكيت طلعت تتكلم معاه وسألته انت ليه رجعت للسباقات من تاني. رد عليها سوني لأني دايما بدور على اللحظة اللي كل حاجة فيها ساكتة والدنيا واقفة، وانت فاهمة ايه شعور السواقة الحقيقية.
كيت ردت عليه: حاسس انك رجعت علشان تعيش اللحظة دي. قال لها سوني: بالظبط، بما انك وصلت لحد هنا يا صديقي فكده عجبك الفيلم، اشتراكك الجميل ونرجع نكمل. ساعتها روبن جه وقال لهم ان في مشكلة، حد بلغ اتحاد السباقات ان العربية فيها تعديلات غير قانونية. سوني مش مهم مين اللي بلغ، المهم ان احنا نكمل ونوريهم مين الافضل. وبتبدأ السباقات وكل الظروف بتقول ان الفريق ده هيخسر. وقبل ما السباق بيبدأ سوني بيكتشف ان معوش كارت الحظ اللي بياخده كل مرة، وده خلاه غير متزن وبيسوق بطريقة متهورة جدا. الفريق بيحاول يتكلم معاه وسوني سايق، ونتيجة تهوره ده انه بيخرج عن مسار السباق وبيخبط في الحيطة. العربية بتتدمر تماما وسوني بيتصاب إصابات شديدة وبيتلقى العلاج في المستشفى بقى روبن بيزوره وبيشوف له التحاليل الطبية، وبيكتشف كسر في ظهره وفي ركبته وكمان كسر في رقبته. وهنا جوش بيروح لمحاكاة السباق وبيجرب كل الظروف اللي حصل فيها الحادث. ولما بيجرب وبيكتشف ان الحادث ده كان ممكن يحصل بأي كاوتشات، وبيفهم ان سوني كان ذكي جدا. وبعدها سوني بيطلع وبيتمشى وبينادي عليه المستثمر بيتر وبيقول له ان الفريق خلاص هينهار. لكن بعد ما سوني انضم للفريق بقى عندهم دعاية كبيرة ومستثمرين كتير وعايزين يشتروا الفريق. وبنروح للسباق الاخير وبيبقى في ابو ظبي تحديدا. السباق بيبدأ وسوني كالعادة بيبطئ في المتسابقين علشان جوش يوصل للصدارة. ولو لسه مكمل معايا هنا لايكك الجميل وتعالى نكمل، يلا بينا. جوش بيوصل للمركز الأول من غير ما يغير أي كاوتش، وبعد شوية فيراري وريد بول بيعدوه وكل حاجة ماشية صح. جوش بيغير الكاوتشات وبيبدأ يعطل العربيات علشان سوني يسبق كمان، وبيكملوا خطتهم مع بعض. جوش وسوني بيوصلوا المركز الرابع والثالث بالتعاون، وبيطلعوا العربيات المتصدرة وبيعدوها. الجمهور منبهر بالتعاون القوي ما بينهم. هاملتون بيبقى في المركز الأول وسوني بيبدأ يبطئه واحدة في واحدة علشان يفتح الطريق لجوش. هاملتون ما كانش عاوز يتنازل، لكن جوش قرر يساعد سوني وبيخبط في هاملتون، وبيخرجوا الاتنين من السباق وسوني لوحده في المركز الأول. وبقى لفة أخيرة، وفي اللحظة دي سوني بيحس بلحظة الصمت اللي كان بيتكلم عنها. كل شيء ساكت حواليه والدنيا ماشية بسرعة وهو مبسوط. أخيرا روبن بيبقى سعيد وفرحان له لأنه عارف الإحساس ده. سوني بيوصل لخط النهاية وبيحقق حلمه أخيرا، والكل مبسوط وفرحان، حتى جوش انفجر من الفرح. روبن بيقدر يسدد ديونه وبيستمر مع الفريق، وخطة بيتر اتدمرت تماما. سوني بعد ما أخد المركز الأول رفض يمسك الجائزة واداها لروبن اللي رفع الكاس، واحتفلوا كلهم. وبعد الاحتفالات دي سوني ودع جوش وكيت وقرر يرجع لحياته القديمة بعد ما ساعد الفريق كله وركب عربيته وبدأ يدور على سباقات جديدة. ولكن المغامرة لسه مستمرة واللي جاي أقوى وأحلى. بس كده، سلام.